تحية طيبة للجميع. مساء الإبداع أكيد، مساء النور، مساء الطاقة الإيجابية ومساء التفاؤل. نرحب بكم أعزائنا المستمعين في عدد جديد ومتجدد من برنامج جلسة مع فنان. واليوم لقائنا مختلف جدا، مميز بامتياز وصادق في إحساسه، عميق في معانيه. ضيفنا اليوم نعم تحدى الظلام وراء النور بالبصيرة ما لا يرى بالعين. ضيفنا اليوم منشد أضاء بصوته دروب الكثيرين ولامس أرواحا بصوته الشجي. دعوني مستمعينا مستمعاتنا نرحب مع بعضنا البعض بالمنشد المبدع أمين رضا زراد. أهلا وسهلا بك ضيفي الكريم، ضيفي العزيز جاني اليوم من ولاية سكيكتا. أهلا وسهلا بك يا سيدي. السلام عليكم، أهلا وسهلا لكل المستمعين والمستمعات، وخاصة الأخت الرائعة ما شاء الله سارة. يعني كم هو جميل أن تبدأ حصة إذاعية بهذه المقدمة الجميلة. أنت طلع أجمل والله أنتم الأجمل يا رضا. الله فيك، شكرا. وأنا صراحة جد سعيدة وجد فخورة بك وبكل ضيوف الكرام. يعني أنه ضيف يجي لك من ولاية بعيدة صراحة في يوم طبعا مشمس ودرجة حرارة مرتفعة كهذا اليوم. يعني لجالكم يهم كل شيء على كل حال. احنا شكرا والله، حاجة بارك الله فيك، مميزة جدا عندي بصراحة. إذن كما قلت مستمعينا الكرام، اليوم أكيد البرنامج خاص جدا ومميز جدا وعنده نكهة خاصة جدا مع منشدنا الرائع المتواضع الشاب أمين رضا زراد. شكرا. لا شكر على واجب. رضا، بداية نود أن نتعرف عليك في الأول، وبعدين كيف ما كانت بدايتك مع الإنشاد. من هو المنشد أمين رضا زراد؟ أمين رضا زراد منشد من ولاية سكيكدا، وكما يدلعها البعض سكيكدا. نعم، متحصل على شهادة الإعلام والاتصال، شهادة ليسونس الإعلام والاتصال. الله يبارك. الحمد لله رب العالمين. أيضا شهادة في القانون وأخرى في التسويق. بدأت الإنشاد وأنا صغير جدا في فوج الكشافة، فوج الإقبال. كان بقيادة عمي زراد حسن، وأن كان القائد حميدة هذا كان مسؤول على الفرقة الصوتية، واكتشفني أنا ذاك كنت صغيرا 8 سنوات في 94. منذ ذلك الحين التحقت أيضا بمدرسة صغار المكفوفين كوني من ذوي الهمم بقسنطينة، أين تدربت على يدي أساتذة في المالوف على غرار تواتي توفيق. تعلمنا معه النوبة. نعم يا سيدي. الحمد لله تعلمنا معه النوبة ونوبة الحسين والسيكا وكذا. على الأقل الأساسيات الموسيقى. كذلك كان معنا الأستاذ زين الدين بوشعالة أيضا، تعلمنا معه الإنشاد الصوفي إن صح التعبير العيساوي. ثم التحقت بفرقة المنار التي أنتمي إليها الآن في 2007، ومنذ ذلك الحين وأنا في الفرقة إلى غاية اليوم. الفرقة يعني فرقة عريقة ومعروفة في الجزائر. شاركنا في عاصمة الثقافة العربية سنة 2007، عاصمة الثقافة الإسلامية سنة 2011 تبارك الله الحمد لله، أيضا عاصمة الثقافة الإسلامية 15. الفرقة كانت عندها جائزة أولى في 2011 في مهرجان الأنشودة الجهوي في جالما. أيضا الفرقة عندها فيديو كليب العين دامعة، والآن زدنا فيديو كليب في صدد المقاومة، أنشودة قاومية معروفة أيضا. الفرقة شاركت حتى خارج الوطن في إيطاليا مع الجالية الإيطالية، وإحنا ننشطوا في الأعراس في الحفلات. في المنشد أمين رضا زراد أيضا كانت عنده جائزة أحسن صوت في الأنشودة الوطنية العام الفارط الحمد لله. في ما شاء الله. الله يبارك. الله يبارك. والمهم متواضع الحمد لله جدا الحمد لله ربي ينورك. نعم، هذه هي ربما بداية المنشد أمين رضا زراد مع الإنشاد. متى شعر رضا أنه هذا هو طريق؟ والله حسيت يعني ربما أول دندنة أول حسيت بها أنه رضا زراد راح يكون منشد من الطراز الرفيع. أنا اكتشفت في الكشافة وحسيت روحي أني لازم نمشي مع الطريق في هذا، في طريق الفن في مدرسة صغار المكفوفين. لما كنت ندندن وكنت نحب نغني، نحب ننشد، نحب كذا.
وطبعا كنت ميال للإنشاد أكثر من الغناء، يعني كي نقول الإنشاد الغناء يعني الإنشاد الديني. كنت ميال بطبع الإنسان اللي كيف تربى في المسجد وكذا. صحيح. والحمد لله الفضل يرجع بعد الله عز وجل للوالدين أيضا. الوالد كان يديني معهم وأنا صغير المساجد، وكنت نسمع الأنشودة ونسمع الإنشاد ونسمع الأصوات الجميلة تاع القرآن ونسمع كبار القراء والمؤذنين وكذا. فنفسي مالت إلى هذا الفن. نعم. كلمات راقية جدا صراحة. سي رضا زراد، نود أن تطيب خاطرنا وخاطر المستمع الكريم الأنشودة إلى نبدأ ديما البرنامج احنا سي رضا في جلسة مع فنان. أقرب الإنشاد إلى قلبك، أقرب أنشودة نبدأ بها البرنامج. يا عموما المنشد كيقولوا له النشد يخمم الأول فكرة تجي هذيك هي. يلا. عيني لغير جمالكم لا تنظروا، عيني لغير جمالكم لا تنظروا، وسواكم في خاطري لا تخطروا، صبرت عنكم قلبي فأجابني لا صبر لي فاصبروا حتى يراكم خاطري يا أهل الطارف، يراكم خاطري. صوت ولا أروع. بجازيك. شكرا. سي رضا زراد. أمين رضا زراد، كلمة راقية جدا. الله يعطيك جدا الخير. وانت يعني تنشد قلت في قلبي ما يحبسش ان شاء الله ويطول في هذا الإنشاد يعني. الله يبارك فيك. عندك فيديوهات أكيد سي طبعا. أمين رضا موجود على اليوتيوب، يعني مجرد أنك تنقر المنشد أمين رضا زراد ستجد يعني الفيديوهات والأناشيد الرائعة جدا. هكذا أسست فرقتين، يعني الفرقة الأولى فرقة تغاريد، هذه الفرقة هي فرقة للبنات كانت ثانية في 2019، وأخرى في الإنشاد الكشفي اللي رانا دينا مرتبة ثانية على مستوى الوطن. هذه المرة الفائتة فقط مع الناس شهر دينا مرتبة ثانية الأنشودة الوطنية. نعم والحمد لله. الحمد لله. كل شيء تلقاه في قناة اليوتيوب، في قناة اليوتيوب إن شاء الله. المنشد أمين رضا زراد. نعم. أمين، أنت شاب في مقتبل العمر، يعني تعاني من إصابات فقدان البصر. متى فقد أمين زراد بصره؟ بالضبط أنا فقدت البصر تدريجيا، يعني كان عندي إشكال في العينين. يعني عمر 14 سنة 15 سنة فقدت نهائيا البصر. يعني كان الآن كنت نشوف مثلا كنت نشوف هاي الأخت سارة، بعد نولي نشوف سارة بالملامح تاعها غير واضحة، ثم نشوف فقط إنسان، ثم فقط البصر. في البداية كنت تشوف عادي جدا، ترى النور عادي، تبصر. أنا كنت مبصرا وأنا صغير. نعم. سبب فقدان البصر والله هي خطأ طبي يعني للأسف. يعني كان عندي الماء في العينين فقط، يعني مش يعني حاجة كبيرة مش وكذا، حاجة ولكن صعبة. الأطباء ربي يهدينا ويهديهم على كل حال أحيانا يرتكبوا بعض الأخطاء اللي يكلفوا الإنسان عينين لمدة الحياة. حبيبتين بارك الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. والحبيبتين أنت تعرف القيمة تاعهم. نعم. يعني صراحة قصة مؤثرة جدا. الحمد لله تأقلمنا مع الوقت، لأنه في القضية هذه هو الجو المحيط هو الذي يعطيك الحب في الحياة أو يدمرك. صحيح. فالحق أمي رحمها الله، ربي يرحمها ويوسع آمين يا إن رب، شاء الله، وأبي
يعني هما اللي خلوني يعني عاونوني باش نقدر نمشي في الحياة. وطبيعة الحال الجيران وكذا، والجو العام، لأنه الجو العام في المساجد وكذا يعني الحمد لله كان فيه دعم وكذا. الحمد لله. أيضا في الكشافة هي منظمة أو منظومة كما نقول، منظومة تانية رائعة جدا، تمد الإنسان واحد الطاقة إيجابية جميلة جدا خاصة في الصغر يعني. نعم. تكون لك شخصية رائعة جدا. صحيح. أنا يعني الفضل الأول بعد الله طبعا والوالدين، يولي الكشافة أيضا. نعم أكيد هذه المنظومة الجزائرية رائعة جدا. نعم كما قلت صراحة قصة مؤثرة جدا، وأنت في صغر سنك وفي بداية المشوار فجأة يفقد أمين رضا زراد البصر ونهائيا. رضا، هل كان لفقدان البصر أثر في طريقتك الخاصة في الشعور بالكلمات، باللحن، بطريقة الإنشاد، بأداء الأناشيد؟ والله كون الإنسان أو كون أمين رضا يعني فقد البصر وهو صغير يعني ما زلت ما دخلش الاحترافية وكذا، لكن الإنسان بعد ما يكبر يولي يحوس على بعض الأشياء اللي تخليه يحس. الآن الكلمات أنا أحفظها. نعم. عكس مثلا بعض الفنانين مكتوبة أمامه. الجمهور كيف أحسه بالتفاعل، بالتصفيق، يعني بالتكبير، بالتفاعل تاعو نحس. أحيانا أنا في شخصي أطلب من الجمهور التصفيق حتى أعرف عدده مثلا. ما شاء الله. نحاول تعرف تفهم رضا. نعم. تحس من كمية التصفيق ربما من كمية التصفيق واتساع رقعة التصفيق تعرف أنت الجمهور كيف يتمركز. صحيح. أولا وكم عدده يعني بالتقريب طبعا ما راحش مد يعني العدد بالدقيق، ولكن يعني لكن تكون عندك صورة تقول. نعم. وأيضا من طريقة التصفيق تعرفهم لكن صغار ولا كبار. لأنه مثلا كي نقول لك كي تسمع تعرف ولاد صغار كي تسمع تعرف لي ان الناس كبار في السن. ومن هذا انت الجمهور، لانه كما قال معلمنا يعني الاستاذ ابو المجد قال لك الفنان هو الذي يعرف كيف يقدم فنه. يعني انت باش تكون فنانه لازم حتى الفن احيانا عندك اناشيد تخير اناشيدك وتعرفي لما تمد اناشيدك، واحيانا كاين مثلا يكونوا سلطات وكذا تبين الاناشيد الوطنيه والحماسيه وكذا، تكون فيه اساتذه وشيوخ مثلا ائمه تروح الاناشيد الايمانيه الطربيه والروحانيه. الاطفال يحبوا شويه الزهو تروح الاناشيد الخفيفه مثلا شباب ايضا، وكذلك الأعراس. حتى احنا الفرقة يعني تحيي حتى الأعراس. فكل مقام وتمد له الأنشودة تاعو. نرجع ونقول لك كلماتك تلامس القلب. الأستاذ أمين رضا زراد. نزيد نسمعوا حاجة أخرى. وأجمل منك يا محمد لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، وأحسن منك لم تلد النساء، ولدت مبرأ من كل عيب
السياسية. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. آمين يا رب العالمين. ما عساني إلا أن أقول صح لسانك. شكرا. صح لسانك. المنشد أمين رضا زراد، والله ما غلطتش فيك كي قلت اليوم راح تكون حصة مميزة ومتميزة جدا جدا مع الأستاذ المنشد أمين رضا زراد. الله فيك، ربي ما ينورك. شاء الله تبارك الله. الصوت عذب جدا، صوت شديد جدا، وكأننا في عالم آخر. يا إلهي. نعم رائع جدا. هكذا وأنت على المباشر، كيف وأنت يعني في فيديو كليب، يعني أكيد راح تكون أروع وراح يكون طبعا الأداء واو. طبعا أنا مؤخرا كنا أنشدنا وسجلنا أنشودة قاوم لإخواننا في ربي يعني يرفع عليهم الضر يا رب إن شاء الله، ويا رب نسمعوا ديما الكلمات الطيبة عليهم يا رب، على العدو الغاصب. يعني احنا كما قال الشيخ ولد الدو، الشيخ كبير يعني معروف، قال لك كل يجاهد ويقاتل بسلاحه. احنا المنشدين عنا الكلمة واللحن يعني قال لك حتى الشاعر يمد في الشعر. نعم صراحة يبكي العين والقلوب ويلامس الأرواح صراحة. طبعا هو المجاهد بسلاحه والكاتب بقلمه والمنشد بصوته وهكذا، وألحانه وكلماته، والصحفي مثلكم يعني بإعلامه وهكذا ننشر القضية. على كل حال احنا كنا درنا أنشودة ودرنا لها فيديو كليب، ويعني والمصور والمخرج كان أحيانا يقول لي الأنشودة ها هي أمامك، الكلمات ها هي، عبر يا رجل، عبر يا رجل. نعم. يقول لي ما نقولكش واش دير، عبر. والحمد لله وفقت إلى حد ما وحد بعيد الحمد لله. وتشوفوا لأن تحبوا تشوفوا يعني كان في الفيديو كليب الأنشودة تحت عنوان في صدر المقاومة. قاوم. نعم. أنشودة قاوم أمين رضا زراد، تخرج لك وتشوف يعني نسمع مستمعينا مستمعاتنا بقوا معنا ضمن برنامج جلسة مع فنان وضيفي الكريم الأستاذ المنشد أمين رضا زراد. نسمعوا أنشودة قاوم ونرجع لكم من جديد. قاوم يا مقاوم لا تسلم أرضك، لا تهون، سدد رميك عبد الله، دمر الصهيون. قاوم يا مقاوم لا تسلم أرضك، لا تهون، سدد رميك عبد الله، دمر الصهيون. قاوم لا تسلم، لا. أطفال في غزة وبيدوا والقلب حيران، والعالم لاهي لا يأبه والجاني شيطان. أين العزة أين النخوة فيكم يا عربان؟ بعتم شرف الأمة قصرا والفاعل جبان. رغم القصف ورغم الجوع صمت وخذلان، صبرا إخوتي إن الله المستعان. رغم القصف ورغم الجوع صمت وخذلان، صبرا إخوتي إن الله المستعان. الله أكبر فوق العالم، والفصل الميدان. الله أكبر فوق العالم، والفصل الميدان. قاوم يا مقاوم لا تسلم أرضك، لا تهون، سدد رميك عبد الله، دمر الصهيون. قاوم يا مقاوم لا تسلم أرضك، لا تهون، سدد رميك عبد الله، دمر الصهيون. قاوم لا تسلم، يا من للعزة والوطن من بعد الله لك المنن. طوفانك صار للعلن رعبا للخائن والجاني. فالنصر حليف إخواني
يعرفه القاصي والداني، قسام للفخر نداني، حب الأقصى في شرياني، حب الأقصى في شرياني. أشفيتم جرحي وكياني، وكسرتم شوك العدوان، فيك عزي فيك إيماني، يا غزة فخر البلدان. أشفيتم جرحي وكياني، وكسرتم شوك العدوان، فيك عزي فيك إيماني، يا غزة فخر البلدان. الله أكبر فوق العالم، والفصل الميدان، الله أكبر فوق العالم. والفصل الميدان. قاوم لا تسلم أرضك، لا تهون، سدد رميك عبد الله، دمر الصهيون. قاوم يا وقاوم لا تسلم أرضك، لا تهون، سدد رميك عبد الله، دمر الصهيون. قاوم لا تسلم، لا. ما شاء الله عليك سي رضا. الحمد لله. بما أنك في هذه المسيرة، أكيد من المنشدين أو الفنانين كان له تأثير في مسيرتك الفنية رضا؟ والله أنا تربيت على المنشدين القدامى يعني. كي نقول المنشدين القدامى يعني السوريين. على غرار الشيخ أبو الجود والشيخ الترمذي. الشيخ الترمذي بالمناسبة يأتي كثيرا للجزائر وأنشدت معه في نفس المنصة، رجل فاضل وشيخ كبير، ويعني علمنا كثير من الأداءات وكيف تتعامل في المنصة، يعني ما شاء الله عليه. أيضا أنا من مستمعي المنشد، يعني هو في جيلنا يعني المنشد العسلي أيضا، هذا أستمع له كثيرا لما يمتلك من قوة صوت وقوة عرب وقوة مقامات، يعني انتقالات المقامات كما يحب. أيضا احنا هنا في الجزائر طبعا احنا معنا شيخنا الشيخ أبو المجد، هو رئيس الفرقة معنا ومربي الفرقة تقدر تقول، مؤسس الفرقة. هو أسس الفرقة، فرقة المنار التي أنتمي إليها في 79، يعني قديمة الفرقة، حتى جاء أمين والتحق بها في 2007، يعني مسار كبير وأكثر من 40 سنة في المسار وأنا معاهم نتعلم، والحمد لله كلهم كبار يعني. أنا أصغر واحد في الفرقة ما شاء الله. نعم. أصغر، وإحنا نتعلموا معاهم يعني. صحيح. ودينا الخبرة منهم يعني، الحمد لله ما شاء الله. هذه عموما. نعم ما شاء الله. الأستاذ أمين رضا زراد، يعني في بداياتك تلمذت على أساتذة في طبع المالوف وفي الإنشاد. دندنة ولو صغيرة في المالوف. نعم. دندنة ولو صغيرة في المالوف. الأستاذ أمين رضا زراد، يعني في بداياتك تلمذت على أساتذة في طبع المالوف وفي الإنشاد. دندنة ولو صغيرة في المالوف. نعم. دندنة ولو صغيرة في المالوف. للعاشقين لوهجون، للعاشقين لوهجون، لوهج لم يشفها إلا الصلاة على النبي محمد. في جمال محمد، هم في الجمال، هم في جمال محمد تبصر السنام. سلي همومك في ذي العشية بذكر الله إلى الصباح. سلي همومك في ذي العشية بذكر الله إلى الصباح. قوموا نغتنم
ساعة هنية مع الأنشودة تحلى الأفراح قوموا نغتنم ساعة هنية مع الأنشودة تحلى الأفراح. صوت رائع في المألوف في الإنشاد. نظن سي رضا زراد أي يقدر يؤدي أي نوع ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله يا ربي. رضا خاصة نرجع للبدايات. نعم. من ولا شكون أول إنسان أمن بموهبة رضا؟ اي طبعا هو كان كما قلت لك عندنا انتمائي في الكشافة كان القائد حميدة، هذا اللي كان مسؤول عن المجموعة الصوتية اللي كان المجموعة الصوتية الإنشادية طبعا، هو اللي يسمعني وأمن أنه هذا الإنسان يقدر يكون في المجموعة الصوتية، لأنه الصوت هو موهبة من عند الله عز وجل، ثم تسقلينه أنت بأستاذ، لأنه ليس كل الناس يليق للإنشاد وليس كل الناس يليق للغناء أكيد إلا من أعطاه الله صوتا. يقول لك الله عز وجل يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الإنسان يزاد في الإنسان على حساب احنا واش نشوفه الصوت، هو اللي قال لك هذا الشيء الواحد الذي يستطيع نشوفه باللي في زيادة دائمة. فزيادة الصوت هذه من موهبة من عند الله عز وجل. فعندما يكتشف الإنسان المسؤول عن الفرقة هذا الإنسان باللي الصوت جميل يسقاله ويشحنه بالألحان والمقامات، طبعا المقامات والطبوع العربية لازم يتعلمها الإنسان حتى يقدر يعرف وين يحط رجليه كما يقولوا، باش تكون على بالك أنت وين راك وين راح تروح إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. أكيد. أستاذ أمين رضا زراد، أنا أؤمن بمقولة أن الفن يمكن أن يكون نورا هكذا. طبعا. نعم. طبعا. ما هي الرسالة اللي يسعى المنشد أمين رضا زراد لإيصالها من خلال إنشاده؟ أنا الرسالة التي أسعى من خلالها هي رفع الذوق العام. هذه هي رسالة المنشد الأولى، رفع الذوق العام في المجتمع. الإنسان يجب أن يستمع إلى الكلام الطيب حتى تصفو نفسه ويزداد علمه ويتقدم بالتربية إلى الأمام. إلى الأمام. نعم، لأنه الكلمة الطيبة عندما تسمعها تزداد رونقا في تصرفاتك، والكلمة الهابطة للأسف الشديد هي اللي تهبط المجتمع وتخليه تتفكك تلك القيم وتلك العادات الجميلة. احنا من خلال الأنشودة، من خلال أننا نجمع العائلة، من خلال أننا نجمع المجتمع، ننشد للأم، ننشد للأخ، ننشد للإمام، ننشد للطفل الصغير، ننشد للكشاف، ننشد لأي إنسان، للوطن، ننشد للمقاومة وهي روح الأمة. أنا رسالتي من خلال هذا الإنشاد هو أن أوصل كلماتي وصوتي إلى كل من يسمعني ما الذي يقصده الإنسان بإنشاده، ما الذي يريده بالضبط. ونريد لم الشمل، نريد الرفع من الذوق، نريد التربية العالية، نريد أن يرجع المجتمع إن شاء الله يا رب بالكلمة الطيبة إلى ما كان عليه قديما إن شاء الله. كلمتك تدرس صراحة، تدرس صراحة، بارك الله فيك، عندها أثر كبير، ربي يعطيك الخير، رائعة جدا. أين يرى أمين رضا زراد نفسه مستقبلا؟ سؤال ذو شجون. أين يرى؟ الله أعلم، المستقبل يعلمه الله عز وجل، ولكن نطمح إن شاء الله، نطمح بإذن الله ونحلم أن نضع بصمة في هذا المجال، مجال الإنشاد في الجزائر وفي العالم، وفي العالم لا أنا جايك في الجزائر أولا ثم في العالم العربي على الأقل. إن شاء الله نخليه بصمة ونغادر إن شاء الله، تكون بصمة للأجيال القادمة يمشيوا بها إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. أراك مستقبلا إن شاء الله يا رب منشد عالمي إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله ويكون حاضر معي مرة أخرى إن شاء الله يا رب، إن شاء الله نكون وأسعد بحضوري دوما، وأنا سألبي الدعوة، اتصل وأنا سأكون بإذن الله. شكرا لك، متواضعة جدا 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 إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. أمين رضا زراد. نعم. صوت يبعث السكينة في القلب، بارك الله فيك، كلمات معبرة جدا. أكيد رضا زراد يهدي مستمعينا
أنشودة بصوته الراقي الرائع الجميل جدا. ترجى شفاعته من كل هول من الأول مقتحم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من كل هول من الأول مقتحم. صلوا على رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. صلوا على رسول الله. سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سرى البدر في داج من الظلام، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. صلوا على رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. صلوا على رسول الله. صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء، وعلى آله أجل البرايا، وعلى صحبه رضا والسلام. صل يا ربنا وسلم. صوت كما قلت ونرجع نقولها طيلة البرنامج، صوت ولا أروع، كلمات مؤثرة جدا صراحة. أنت في الإنشاد بارك الله فيك. ما شاء الله. الحمد لله. لو تحدثنا يعني على الفن، على الأساتذة، تحدثنا من آمن برضا في بدايته، لو تحدثنا شوية على المجال الأكاديمي للفن سريدة زرعت. طبعا كما قلت لك الإنسان عندما يتعلم ويكتشف يجب أن يتعلم المقامات ويتعلم الفن أو يتعلم الجانب الأكاديمي الكلاسيكي تاع الموسيقى، بداية بالسولفاج. وكون احنا مكفوفين يعني، والبيانو لازم تعرف يعرف الكفيف كيف يتعامل مع هذه الآلة، لأنه هذه الآلة هي اللي تمشيك وتخليك تكون في الطريق الصحيح. طبعا فالمبصرين طبعا عن طريق السبورة، لكن المكفوفين يجب أن تحط له أمامه بيانو، وهذا البيانو يتلمسوا ويعرف الأزرار، وتفهموا باللي كان السفلى أزرار بيضاء والعليا أزرار سوداء، وتفهموا وين يبدأ الضوء. مثلا قال الزرين الأوليين كان السوداوين زوج، ومن بعد ثلاثة، قال يمين أو يسار الزر الأسود الأول هو هذاك هو الضوء. تسمى شوف كاين بعض الأشياء اللي لازم يتعلمها الكفيف باش يعرف وين راهو. رحلة متعبة صراحة. لا هي يبدو لك أنها متعبة، لكن هي ممتعة في النهاية. الكفيف أنه عندما يحط يده على البيانو ويبدأ يعزف ويتكع على النوطة الأولى والثانية، خلاص انطلق الكفيف. فلذلك تجدين كثير من الموسيقيين كفيف مكفوفين يعني رضا العنان لصوته ولإحساسه. بعدين تتعلمي المقامات الثمانية المعروفة. قال مقام العجم، ما هو مقام العجم، ما هي أبعاده، مقام الصبا، مقام الكرد، مقامات البياتي، أبو المقامات الرست، وانت هاو تتعلمي. ثم تتعلمي الإيقاعات، المازورة، لي ميزور تاع الإيقاعات، عندك 4 مرات، 6 مرات، عندك 8. ثم تتعلمي الإيقاعات، المصمود، البروالي، كذا. من خلال هذه الأشياء المكفوف يولي يسمع، لأنه السمع هو الأساس الموسيقى. الأذن السميعة هي الأساس الموسيقى باش البصر. تعتمد على اللمس بأولا ثم السمع ثانيا. خلاص كي تمشي بالسمع. خلاص عندما يكون عندك السمع صحيح يقول لك أذن موسيقية صحيح. يعني يعود عندك تولي تعرف تفرق بين الصحيح والخطأ، بين القويم والنشاز. خلاص تولي انت منشدة، ولا يولي هذا الكفيف منشد، وبربي ان شاء الله يروح
الى بعيد ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. هذا من نتمناه ان شاء الله ليك ان شاء الله يا رب. امين رضا زراد، بارك الله. ولكل من هو بارع في هذا المجال، مجال الانشاد، الفن بصفه عامه. اكيد انا نقول لك حلق. شكراً. نعم. واطلق العنان لهذا الصوت الشديد. إن شاء الله يا رب. ما تبخلناش إن من شاء الله هذه الموهبه الرائعه جدا. بارك الله فيك. الله وفيكم يعطيك بارك الصحة. الله. يعطيك الخير. أكيد. شكرا. صراحة استمتعنا كثير في هذا العدد من جلسة مع فنان، يعني صوت يبعث السكينة في القلب. والله صوت هادئ، صوت رائع جدا، كلمات مؤثرة جدا. شكرا جزيلا لك أستاذ أمين زراد. شكرا. أكيد على هذه اللحظات الملهمة. كتير. أنا كسارة رزيق ومن برنامج جلسة مع فنان عبر أمواج الإذاعة الجزائرية من الطرف، أتمنى لك دوام النجاح بارك الله وتألق فيك. دائما. نتمنى نشوفك نجم ساطح. يعني بين قوسين أنا مريت من كم إذاعة وكم من قناة تلفزيونية، يعني صوتك أولا وأداؤك يمد البهجة، يخلي الإنسان الضيف يمد واش عنده أكثر. والله بارك الله فيك الأخت سارة، ربي يجازيك. عيشك إن شاء الله. شكرا لجميع المستمعين أيضا. إن شاء الله ترفع علم الجزائر في آمين يا كل رب. آمين. الدول. آمين يا رب. نعم إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. شكرا لوقتك الثمين، يعني اللي بارك الله فيك. أعطيته لنا في الله هذه لي الشرف. السويعة. الله لي الشرف، تستاهل كل خير. نحن أكثر. نخلي كلمة الختام ليك أستاذ أمين رضا زراد. أنا دائما في كلمات الختام واش نقول، أعرف ما تسمع يرتفع ذوقك ويعلى. هذا واش نطلب من المستمعين، ما تسمعوش أي حاجة، سمعوا الكلمة الراقية، سمعوا الفن الجميل، القرآن، سمعوا الإنشاد، سمعوا. هذا هو الصح، هذا هو اللي تديو به أجر كبير، وما يضيعش وقتك. ما تسمعش الكلام الهابط. هذا واش ننصح لأخواتي المستمعين، وإن شاء الله نشوفكم ديما زاهين باهين إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله كلمة لجمهورك في ولاية الطرف. الطرف ناس طيبين، بلدة طيبة ورب غفور. يعني ما شاء الله. أنا أنشدت كم من مرة هنا في الطرف، في دار الثقافة، في دار العجزة، في المكتبة الرئيسية للمطالع العمومية، ما شاء الله، مع المدير القديم وهذا جديد. يعني في الثقافة طبعا، يعني جمهور ذواق وجمهور طيب ورائع ومتفاعل. يعني هذا هو، لأنه أصلا احنا أهل الشرق يمتازوا بأنهم يسمعوا الإنشاد ويسمعوا الطرب. بارك الله فيكم جميعا. وفيكم بارك الله. شكرا جزيلا لحضورك معنا. مستمعينا مستمعاتنا، كان معنا اليوم في عدد جلسة مع فنان. الجلسة مميزة ومتميزة جدا جدا. كان معنا المنشد المبدع أمين رضا زراد، الذي علمنا اليوم أن الإبداع لا يعرف حدودا، وأن الفن الصادق لا يرى بل يحس. نعم، إنه المنشد رضا زراد بكل تواضع. مستمعينا مستمعاتنا، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. ومن برنامج جلسة مع فنان أحييكم أنا سارة رزيق. إلى اللقاء. قاوم يا مقاوم، لا تسلم أرضك، لا تهون، سدد رميك عبد الله، دمر الصهيون. قاوم يا مقاوم، لا تسلم أرضك، لا تهون، سدد رميك عبد الله، دمر الصهيون. قاوم، لا تسلم، لا. أطفال في غزة أبيدوا والقلب حيران، والعالم لاهي لا يأبه والجاني شيطان. أين العزة أين النخوة فيكم يا عربان؟ بعتم شرف الأمة قصرا والفاعل جبان. رغم القصف ورغم الجوع صمت وخذلان. صبرا صبرا إخوتي إن الله المستعان. رغم القصف ورغم الجوع صمت وخذلان. صبرا صبرا إخوتي إن الله المستعان. الله أكبر فوق العالم، والفصل الميدان. الله أكبر فوق العالم، والفصل الميدان.
قاوم لا تسلم أرضك لا تهون سدد رميك عبد الله دمر الصهيون قاوم يا مقاوم لا تسلم أرضك لا تهون سدد رميك عبد الله دمر الصهيون قاوم لا تسلم يا من للعزة والوطن من بعد الله لك المنن طوفانك سار للعلن رعبا للخائن والجاني فالنصر حليف إخواني يعرفه القاصي والداني قسام للفخر نداني حب الأقصى في شرياني أشفيتم جرحي وكياني وكسرتم شوك العدوان فيك عزي فيك إيماني يا غزة فخر البلدان أشفيتم جرحي وكياني وكسرتم شوك العدوان فيك عزي فيك إيماني يا غزة فخر البلدان الله أكبر فوق العالم والفصل الميدان الله أكبر فوق العالم والفصل الميدان قاوم لا تسلم أرضك لا تهون سدد رميك عبد الله دمر الصهيون قاوم يا مقاوم لا تسلم أرضك لا تهون سدد رميك عبد الله دمر الصهيون قاوم